السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيديو النهاردة هنعمل مع بعض وصفة اقتصادية سريعة لتحلية حلوة قوي وبسيطة وما بتاخدش معانا وقت خالص، وبمكونات موجودة ان شاء الله في كل بيت عندنا. هنعمل مع بعض الشعرية باللبن، بس هنعملها النهاردة بطريقة مختلفة وجديدة. هنعمل الشعرية بالكراميل. دي طريقة سورية شفتها وقلت اجربها معاكم، طلعت طعمها حلو جدا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. يلا بينا على الوصفة على طول، ان شاء الله هتبقى سهلة وبسيطة. قمت لقيت عندي كيس شعرية كده لسه مقفول حوالي ربع كيلو، اللي هو 400 جرام. ال 350 جرام اكتر، اللي هو اقل من نص كيلو يعني. بس هما بيبيعوا لنا في المحلات على انه نص كيلو. هو بيبقى من 350 ل 400 450 في الرينج ده، ما بيزيدش عن كده. وبعدين قلت بقى ايه، افنن لهم شويه، اعمل لهم حاجه جديده، يعني اعمل لهم شعريه باللبن بس اعملها لهم بفكره جديده. فشفت فكره عجبتني قوي بالطريقه السوري. بيعملوا ايه بقى؟ بيعملوها بالكراميل. يعني انا ماما بتعمل، هحاول في مره ان انا اشاركها معاكم. بتعمل الشعريه باللبن. بعد ما بتحمر الشعريه بتنزل عليها الميه، وبعدين بتحط كوبايه من السكر او نص كوبايه حسب يعني حسب مذاقكم انتوا للحاجه، ورشه فانيليا، وبتسيبها لحد ما تستوي. وبعد كده بتقدمها وتحط عليها اللبن المغلي. الفكرة بقى في بتاعة النهاردة اللي عجبتني دي، اللي هي الطريقة السوري. الشعرية تبقى بالكراميل. حطيت كوباية من السكر على في الطاسة سخنة على النار، وسبتها تتكرمل طبعا زي ما احنا متعودين. لما بنيجي نكرمل السكر ما بنقربش عليه. بصوا انا بشاور لكم عفوا، بس عشان انتوا سامعين الصوت اكيد يعني. اللي انا بشاور لكم كده بوريكم ان اللي ابتدى من الطروف، ان السكر اللي هي الطبقه الخفيفه تتكرمل. اولا خدوا بالكم كويس جدا من الشعريه وانتوا بتقلبوها. هو الموضوع بسيط قوي طبعا، وانتوا شاطرين جدا واشطر مني بكتير، بس انا حبيت اشارك معاكم اليوم. ولو في حد مش بيعرف يعملها، يعني ادينا بنفكر بعض وبنعلم بعض. بصوا، عشان لقيت كذا حد بيعلق لي ان الشعرية بتعجن معاهم او بتعمل نشا او الكلام ده كله. انتي لو سبتيها من غير تقليب كتير هتلون معاكي من حتت وحتت، لا فهتضطري تطشيها على طول اول ما الجزء اللي هو متحمر جامد يتحمر يعني. فهتلاقي اللي هو اللي لونها ابيض ما اتحمرتش كويس، دي هتعجن معاكي، هتنزل النشا بتاعتها. فاهم حاجه في الشعريه انك تقلبي باستمرار طول ما انت واقفه. ايدك ما تسيبش ال الاسباتيولا، او ما تسيبش المعلقه او الكبشه اللي انت بتقلبي بيها. لازم دايما على طول ايدك بتقلب. انا بس سبتها لحظات بس عشان انا عيني على الحاجه، لان انا لقيت حد من اللي حواليا بيقول لي ان لو سهيتي شويه، مثلا لو انتي اتشتتي انك بتعملي الشعريه ده، وحتى لو انتي بتعملي الشعريه للرز او بتعملي الشعريه للعدس، لازم تاخدي بالك كويس جدا من الموضوع ده. لقيت حد بقول لكم بيقول لي ان بقت تعمل حاجات في المطبخ وترجع تبص الشعريه وتقلبها شويه وتروح تعمل مش عارف ايه. فبقت ملونة، يعني بقى جزء لونه أبيض والجزء التاني لونه محمر جامد، فكان لازم تطشه كده على طول بالمية العقد بتاعها. فطلعت منها معجنة جدا، لأن في جزء منها من الشعرية كتير كان أبيض. فخلي بالكم من النقطة دي قوي. والسكر، يعني لو انت مبتدئة في كرملة السكر ما تقلبيش السكر، عشان هتقلبي هتكلكع معاكي مش هتعرفي تتصرفي. انا بس عشان انا بعرف اعمل ايه، يعني انا عارفه كرملته كتير قبل كده، فعارفه ان انا هعرف اتصرف لو لا قدر الله كتل معايا او عمل معايا اي حركه يعني كده ولا كده. ببتدي بقى اقلب كويس قوي لحد ما زي ما بقول لكم اوصل بالشعريه باللون اللي هو البني الفاتح قوي او الذهبي الغامق شويه، اللي هو اللون الحلو بتاع الشعرية الحلوة اللي احنا بناكلها. ونخلي بالنا كويس جدا من الكراميل، عشان الطروف بتاعها لو سبتيها من غير تقليب كويس لما يبتدي السكر يتكرمل هيتحرق معاكي وهيمرر. لانه مش هيبقى متكرمل زي ما احنا عايزين، هيبقى محروق. فاهم حاجه في عمايل الكراميل، انا هنا معرفش ليه كان لونه غامق في التصوير، بس هو في الحقيقه كان لونه كده بني شفاف شويه مع انعكاس الاضاءه. معرفش ليه هو مديكوا اللون غامق. اهم حاجه بس بقلب كويس زي ما قلت لكم، عشان اتاكد كمان ان كل حبيبات السكر دابت خلاص، مفيش اي مجموعه متكتله.
وبنزل على طول في المرحلة دي بكوباية لبن. بتنشف معاكي ما تقلقيش، بصوا مسكت ازاي في المعلقة لانها نشفت كده حجرت، بس مع التقليب المستمر هتدوب معاكي وهتبقى زي الفل. بس اهم حاجة تقلبي كويس جدا جدا جدا، طول ما انتي بتقلبي الكراميل هيدوب معاكي. بصوا انا مش هقص حاجة خالص بس هستمر في التقليب. ومن الناحية التانية انا موطية على الشعرية اللي بعملها وبقلب كويس جدا. وبعد كده هنزل بالمية وهنزل برشة الفانيليا وهسيبها تستوي شوية. بقلب كويس جدا الكراميل زي ما قلت لكم عشان اتاكد ان كل الكتله بتاعه الكراميل، بصوا مع السخونيه ابتدت تدوب زي ما بقول لكم، فانتوا ما تقلقوش. الوصفه اللي انا شفتها بقى بعد ما بنزود كوبايه اللبن دي بنحط حوالي نص كوبايه او كوبايه الا ربع من القشطه او من الكريمه اللباني اللي موجود عندك. انا ما كانش موجود عندي بصراحه ولا ده ولا ده، وطلعت تحفه جدا. جربوها بجد، طعمها خطير، هيعجبكم قوي وتستحق التجربه بصراحه. جربوا الطريقه دي وبجد هتدعوا لي. انا شفت الطريقه بصراحه وعجبتني قوي ورحت مجرباها للولاد في ساعتها، بجد انبهروا بيها، طعمها حلو جدا وطعم الكراميل كده مختلف. انا حطيت كيس فانيليا صغير او رشه فانيليا صغيره لو عندك الفانيليا السايبه، حطيت رشة او كيس على الكراميل وحطيت رشة على الشعرية نفسها، بيدي طعم حلو قوي. بصوا بقى قعدت اقلب انا ما جريتش والله، انا فضلت اقلب لحد ما انتوا شايفين كده. بس عشان وقت الفيديو بس حبيت اختصر حاجة بسيطة. بصوا انا زودت شوية، يعني في تركاية كده حصلت معايا، انا بوريكم هنا قد ايه الكراميل داب من غير ما حتى استعمل المضرب اليدوي. يعني انت لو حسيتيها اتكتلت معاكي تقدري تستخدمي المضرب ده عشان تضيعي التكتل ده. انا قعدت اقلب بالمعلقه كده الخشب بتاعتي دي لغايه ما دابت معايا خالص. وبصوا الشعريه تقدروا تقللوا كميه الميه شويه على الشعريه عشان تتشرب بسرعه وتبقى مفلفله معاكي كده. انا حبيت اسويها بس عشان الولاد يتقبلوها وما يرفضوش ان هم ياكلوها. خلاص انا كنت بقى خلاص كده حسيت ان الشعريه ابتدت تخش في السوا، بس الميه بتاعتها كانت زايده شويه، فقلت يعني هناكلها زي ما هي كده. جبت بس مكعب صغير من الزبده او معلقه صغيره من الزبده وهحطها دلوقتي على الكراميل. بصوا هو بيغلي زي ما انتم شايفين كده من الجناب. هحط، بصوا هو مكعب صغير خالص، بيدي طعم حلو قوي للكراميل وبيدي طعم حلو للشعريه نفسها بعد ما بتخلص. خلاص انا طفيت النار والسخونيه بس بتاعت الكراميل دي هتسيح مكعب الزبده اللي انا حطيته او معلقه الزبده اللي انا حطيتها. تقدري في المرحله دي تطفي برضو على الشعرية نفسها، بس انا حبيت الصراحة لاخر لحظة ان هي تبقى بتغلي كده عشان اتأكد ان هي مستوية كويس قوي. واستنيت لغاية ما الكراميل اتأكدت برضو ان انا دوبت الزبدة كلها واللبن مع لو حطيتي قشطة بقى تتأكدي ان القشطة دابت او الكريمة اللباني او كل ده تتأكدي ان هما كلهم اتجانسوا مع بعض. بصوا بقى منظر المية مش زيادة، بس يعني هي مش مفلفلة، فاهمين قصدي ايه؟ يعني انا ما سبتهاش لمرحلة ان هي تفلفل كده وفي نفس الوقت بس المية مش كتيرة قوي. ورحت نازله بقى بالكراميل بتاعي ده كده. عايزه اقول لكم حول كل الميه اللي انتوا شايفينها في الشعريه دي حولها لطعم الكراميل. انا سبتها دقيقتين بس على النار تتطعم بطعم الكراميل، الشعرية نفسها يعني تتطعم بطعم الكراميل كده. وطفيت عليها سبتها تبرد شوية صغيرين بس عشان اعرف اصبها في الكوبايات. هي بصوا بقت جاهزة معايا كده. بصوا بقى لونها جميل قوي، لونها بني فاتح كده. وعايزة اقول لكم لو كانت المية اقل شوية بتاعة الشعرية كنتوا هتلاقوا اللون اقوى كمان من كده. يعني هو لونه بني زي الكريمة اللي بنعملها او زي الديمي جلاس كده، بس هو مع الفلاش بتاع التصوير لونه فاتح. فانا بوريكم بقى كده القوام بتاعها. بصوا انا هنا كنت بتأكد بس ان هي القوام بتاعها تقل شوية
وبقى مظبوط. بس زي ما بقول لكم هي الاضاءه اللي مفتحه اللون قوي، بس هي لونها حلو قوي. وصفه بسيطه قوي وسهله وقديمه جدا يعني. امهاتنا وجداتنا كانوا بيعملوها من قديم الازل، بس بفكره صغيره كده غيرنا الطريقه بتاعتها وطريقه التقديم. بصوا بقى اتشربت شويه، بس برضو موصلناش لمرحلة الفلفلة، يعني هي مش مفلفلة كده زي الرز ولا زي لسان عصفور، وهي ما بتبقاش كده بصراحة. هي زي ما انتوا شايفين كده، الشعرية بتشرب من الكراميل او بتشرب من اللبن لو انتي عاملاها بطريقة باللبن، وبتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طريقة التقديم بقى براحتكم خالص. انا حطيتها في البولات كده وقدمتها. لو عندك اي نوع مكسرات، اي نوع زبيب، تقدري تحطيها من على الوش. انا بشرة شوية مكسرات كده كانوا باقيين عندي، لقيت كيس صغير قوي كده مستخبي، رحت مكسراه كده جرشته وقلت ايه يتحط كديكور. ايه الولاد بقى يفرحوا كده ان ايه عملت لهم حاجة حلوة. ما خدتش مني 10 دقايق، الموضوع كله ما بياخدش 10 دقايق في وقفة المطبخ. أكلة حلوة جدا ومغذية طبعا لما تزودي عليها لبن. أنا في التقديم بحط لهم لبن بصراحة، بس أنا قلت إيه أديكوا أفكار للتقديم لو حد مش بيحبها باللبن الزيادة، خلاص تستكفي بكوباية اللبن اللي انتي حطيتيها في تسوية الكراميل. ولو حد عايز يزود لبن تقدري تزودي كل ما تيجي تقدمي يعني. ما انصحكوش ابدا انكم تسووها في اللبن، لان في حد جربها، انا ما جربتهاش بصراحة، بس في حد جربها ان هو سوى الشعرية نفسها باللبن مش بالمية. عجنت قوي واتكتلت وحجرت كده وطلعت طعمها مش حلو. فزي ما قلت لكم يعني احنا بناخد من تجارب بعض. لو انا مجربة حاجة وطلعت حلوة بحب افيدكم بيها، ولو انتوا برضو في حد بيعملها بطريقة تانية مختلفة نبسط ولادنا وبحاجة اقتصادية كده بشوية شعرية موجودين عندك في البيت ونص كوباية سكر او كوباية سكر، وخلاص على كده بتبقى حاجة حلوة. وزي ما قلت لكم بتمشي صيف وشتاء وبتتقدم، تقدري تعمليها عشاء للولاد، تقدري تعمليها فطار للولاد، مغذية جدا وزي ما قلت لكم وسهلة وبسيطة، ما بتاخدش معانا وقت خالص في عمايلها. بصوا بقى انا قدمت لكم الموضوع بطريقتين، طريقة سادة خالص ويترش على الوش، بيترش على وشها كده مكسرات وزبيب، والطريقة التانية بتقدمي كده معاها لبانة لبن صغيرة، واللي عايز يزود طبعا يزود. بصوا بقى زي ما انتم شايفين طعمها بقى مش قادرة اقول لكم، كانت طعم خطير. السكر بتاعها مظبوط قوي، انا ما كنتش مزودة السكر قوي. وعايزة اقول لكم لما عملتها قبل كده لضيوف كانوا عندي يعني، قدمت جنبيها سكر بودرة للي عايز يزود. لو حد حب يعني حد حاسس ان الطعم مش مسكر قوي تقدري تزوديها بمعلقة سكر بودرة. وبس كده حلوين. فيديو النهاردة خلص، يا رب يعجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل الفيديوهات وكل الروتينات وكل اليوميات والفلوجات الجديدة. وهستنى كومنتاتكم التشجيعية، وهستنى آرائكم في ايه هو المحتوى اللي انتوا تحبوا تشوفوه معايا ان شاء الله في الفترة اللي جاية. واستنوني الفيديو اللي جاي على خير.